بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاهزية السر حسم أبكيان الفرتق الكيزان الفرتق الدولة 56 اليوم في خطاب. الله أكبر. جاهزية السر حسم والله لا شايف زي كل مرة تلقاهم بيزيدون فرحة وقدام بس يا شاويز. معسكر واحد اليوم أبكيان جا خرج دفعة يعني أكثر من كم 60,000 جدا في معسكر واحد بس. انتبهوا، أهم ما جاء في خطاب أبكيان قال لكم ميدان المعركة عرفنا خلاص هناك دار الريح المعسكر البل هناك ما ميدان المعركة عرفنا هناك خلاص دار الريح، والناس تاني كلها توجه هناك. مليون جندي دي تاني هناك بس بل هناك كتايب براء القصر الجمهوري وما بعرف عمارة الفلان وعمارة الفلان وديل بلوين واشربوا مويتين ديل لما نجي نقزقز فكين قزقاز بس. النقطة الثانية في خطاب أبكيان قال لكم الضباط الهاربين والناس الجروا هناك دول تاني في خلال ساعات بس تبلغ ما تبلغ تنبل طوالي تنبل تلقى أول شيء تلقى مواطن وثانيا تتحاكم. النقطة الثالثة تجار العزمات وتجار الذخيرة تجار الأسلحة والذخائر دول قال لكم طاقية بس تاني دول طاقية بس. ما شفت تاجر ده قال لك دار سلاح دار بيع طوالي تطلق في راسه طوالي اي تاجر، وانتوا عارفين التجار ده كلكم معروفين. اي تاجر شايف انه تاجر بتاع زي قال لي ده طلقه في راسه بس، دي طلقه في راسه بس. زمن حرب دار تبي السلاح تشيل السلاح من هنا وتشيل السلاح من هنا. والناس الزمان الشغالين الشغالين مع فضيل والشغالين في الزوار السالمه الناس كلهم دول هم المنافين، دول كلهم شفتها دول طقطقون طوالي. اي زول زمان شغال مع فضيل ومع الناس سجنوا الناس وبيشيلوا بصدروا بمواتر الناس وبيمشوا بهم هم وباسلحه والناس دول كلهم حرامين. الناس شغالين في الظواهر السالمه ده السالم الزمان ده كلهم ما شغالين في المقدمه دول ولا في الاكل الزايد دول شت ودوهم طوالي ما داري انهم زاطه ديل منافين. وهو زاطه زولكو زاطه فضيل زاطه في اللقوط زاطه لسه شغال في الشغله ديك طوالي ودوا عنده ده ما نافع ولا صالح. ده ما نافع ما صالح، سجن الناس كلهم وقعد وخلاص وماشي بقى مواطن ما في المقدمه ولا الناس الزمان المقام دول كده في المقدمه ما في. الناس كلهم ودهم طوالي لا الله طوالي دول ما نافين ما دارين يزول زوار سامي بعد الحرب تنتهي تجي الدوله وبعد ذاك الشرطه هي تشتغل ما دارين جاهزين يشتغل لنا ظواهر سالمه. الناس دي كلها تنبل بس سوا خليهم بقى تمشي تبل بس. انتوا شايفين الكيزان ده اللي بقول لك اي حاجه حق الجنود ده حقتكم يعني. احنا كمان يزول اي حاجه تابعه للكيزان ده اي حاجه تابعه للجيش اللي عندك الارهابي ده طوالي ده حق الشاويز بلوهم وشيلوا حقهم طوالي. ثلاثة اتكلم عن الناس اللي متعاونين والناس اللي بيدعموا الجيش وهم قاعدين في اراضي الشاويز في اراضي المحرره بتاعت الدعم السريع وهم بعد قاعدين معك وبيدعموا الجيش. الناس اللي قال لكم طوالي طفقوهم بس طفقوهم زي ما هم هنا بيحكموا البنات. بنت عمر كم صغيره بقول لك يعني كتبت تغريده ساكت مثلا فلان الله يرحمه طوالي بيمشوا لها بيحكموها بضربها بطلقه طوالي في راسها. الناس اللي احنا ما دارين طوالي نهائيا في اي محل زول لقيته قاعد معاك وبدعم الجيش ده طوالي طفقه طوالي. قانون طوارئ ده شو بدك شو دار تعمل فوق اعمل فوق وده قانون طوارئ. اي زول لقيته دايم للجيش وهو قاعد معاك ده قال لك طفقه طوالي ما تدي ما بلا رحمه. جاهزية السر حسم 2 بس نصر او الشهاده. اشاوس الكلام ده كله تحت التنفيذ نفذوه طوالي قدام بس. الله اكبر. المعركه ميدان المعركه خلاص معروف وين هناك دار الريح. يلا اشاوس المليون جندي قدام بس والله. جاهزية سر حسم بل بس. أي تاجر سلاح يقتل، أي تاجر ذخيرة يقتل، أي قائد يقتل، أي زول بدافع عن الكيزان يقتل.